السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعمله فيديو عن فك وتركيب الزوراكي 918 ميد باي اتاك ارمز 9 ملي. طبعا غني عن التعريف، يمكن افضل حاجة في السوق المصري تقريبا الزوراكي دي. اول مرة تتفك تمام، انا جبتها صاحبها بيقول ان هو مفكاش قبل كده، وانا دلوقتي والله يعني دي اول فك. طيب اول حاجة بنعملها بننزل السقاطة بتاع تثبيت الاجزاء تمام، وبعدين نرفعها بالراحه كده اهي، بتطلع معانا اهي واضحه اهي. اول حاجه نظبطها كده بسم الله اهو، طالع معانا بكل سهوله. بص المنظر، طبعا الهبابه مبهدلاه حرفيا. بص المنظر طبعا ما تصينش قبل كده، ودي مشكله طبعا، ده هيبهدلني جامد اهو. تمام. طيب احنا دلوقتي اول حاجه هنجيبها العده بتاعتنا، نشغل النار بتاعنا مظبوط تمام. ادي اول حاجه دلوقتي المزيفه بتاعتنا وفرشه السنان تمام. نبتدي بايه؟ طيب احنا نبتدي دلوقتي بده تمام، نبدا نرش. طبعا ده هيبهدل لي ايدي خلاص بقى. نبدا جامد. بص المنظر، لسه بقول يا هادي الكلام ده غلط. المفروض معاك حاجة محترمة برقم دافع فيها فلوس، المفروض يعني ايه. طيب انا طبعا عشان وقت الفيديو تمام، فبص حتى الفرشة بقت عاملة ازاي، بص الموضوع. فانا عشان وقت الفيديو همسحه وهرجع لكم في الاخر وانا بمسح كده. وعموما انا كل اللي بعمله ايه، هعمل كده وبعدين اجيب كده وامسح اهو. طبعا اتبهدلت خالص، امسح ايدي من بره عشان ما ابهدلش السلاح من بره اهو. تمام، هفضل بقى مستمر على الموضوع ده واوريها لكم بعد ما اخلص. ثواني. بصوا الحته دي برضو انا دلوقتي ايه، في حتت كده جوه بدخل منديل تمام اهو اهو، ماشي واطلع. بص المنظر تمام. هرجع لكم تاني كده، ده منظر. طيب انا دلوقتي الموبايل الاستورج بتاعته قربت تخلص، انا ايه مسحت حاجات كده ورجعت لكم تاني. ده منظر ايه، مش هتك عليه اكتر من كده، وكده زي الفل يعتبر خلاص تمام. ده منزلق تمام. ابتدي هنا بقى تمام، ابتدي بقى ابدا احط الزيت هنا طبعا ده في الخزنه هنا، واديله يا معلم اهو. تمام هخلص وارجع لكم برضو عشان ايه توقيت الفيديو. نكمل مع بعض الحته دي. بص دخلت جوه في الخزنه اهو، بسحب كده اهو، وكذلك بدخلها من الناحيه التانيه برضو ايه، اوريكم وارجع اكمل تمام عشان الموضوع ما ياخدش وقت معانا. بص كده نبقى انتهينا كده من هنا. طبعا بص حتى كان في لون رصاصي ظهر هنا ما كانش موجود، الهبابة تقريبا ايه شلتها كده، اللون الرصاصي حتى ظهر تمام. مسحت الماسورة طبعا. الزيت ده يا جماعة زيت سلاح مش زيت اكل تمام. تاخد بالك من الموضوع ده، هو يعني مش اي زيت وخلاص، لا هو زيت سلاح مخصص انت بتروح تشتريه، وبيكون فيه كمان سبراي ده احسن حاجة انا استعملتها بس مش موجود دلوقتي. لو لقيته يبقى 10 على 10. برضه نكمل برضه نمسح دي مرة نبدلها السوستة ندخلوها تاني زي ما كانت تمام.
طيب نبتدي بقى في التركيب. نبتدي نركب الحاجة اهو دي كده. اول حاجة تمام، ثم نركب السوستة تمام. بعد كده نجيب المنزلق ندخل السوستين من هنا من قدام. ايوه 10 10 زي الفل. بعد كده نركب دي. بص هو انا دي على فكره انا اول مره اركبه. بص المنظر، هي هنا دي طالعه ودي فيها شطفه اهي. انا يعني بالويم كده برضو. دي على فكره الريتاي بي تي 26 نفس الدخله دي. الحته الشطفه دي بتخش هنا اهي وبتلف اهي اهي. شفت لفيت دخلت معايا والله اهي. نبدأ نمسح السلاح كله من بره. نبدأ نركب الخزنة برضو نسينا نعملها بس انا مش عايز ابهدلها. انا ايه هي كده كده الفوطة كان فيها زيت. ممكن بقى بمنديل شوية يعني هي كده كده ايه بطعم بس كده تمام كده خلصتها. نركب خزنتنا. لو مش هنشد الاجزاء، لو خلاص هي اتشدت والامان اشتغل يبقى كده ايه اهو خلاص. على فكرة فرق جدا 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 في سحبته، حتى يعني بتحس ان هي فاقت معاك. الطبنجة فاقت معاك كده. ده الامان فصل، وفي نفس الوقت برضو الامان بتاعه بص ما يرجعش دي كده. الطبنجة معانا اشتغلت 10/10 اهو. نرجع ده اشتغلت زي الفل تمام. اتمنى اكون فدتكم بالزروكة 918 بالنسخة التانية. الاي والبي دي، الاي هي النسخة الاولى، البي النسخة التانية، ولا في اي فرق ما بينهم عشان تبقوا عارفين يعني مش هتختلف في اي حاجة. حتة محترمة جدا. هعمل لكم فيديو برضه عن تجربة الصوت بتاعته. نطلع كده في مكان نجرب 3-4 طلقات. لو في اي حاجة حطوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا السبسكرايب او الاشتراك واللايك لدعمنا في الاستمرار ان شاء الله، ونقدم لكم السلسلة مظبوط على قد ما نقدر ان شاء الله.